النصر يودع دوري أبطال آسيا بخسارة أمام كاواساكي 3-2. وحلم رونالدو يتلاش. غادر فريق النصر السعودي منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2024-2025 بعد خسارته أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب الإنماء. النصر ضد كاواساكي فرونتال. وسجل أهداف الفريق الياباني كل من تاتسويا أتو في الدقيقة 10 أوزوكي في الدقيقة 41 قبل أن يختتم أكيهيرو إيناجا الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 76. بينما أحرز هدف النصر الأول ساديو ماني في الدقيقة 28 وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 87. النصر كاواساكي الياباني. وبهذه الخسارة تحطم حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادة النصر نحو النهائي وتحقيق أول لقب قاري مع العالمي. وبخروجه من البطولة يفشل النصر في إنقاذ موسمه القاري، إذ يحتل حاليا المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة، متأخرا 8 نقاط عن المتصدر الاتحاد. نهائي أبطال آسيا للنخبة. وسيلتقي كاواساكي في النهائي مع أهلي جدة في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل. تشكيلة النصر في الشوط الأول: حراسة المرمى بنتو ماثيوس. خط الدفاع: سلطان الغنام سيماكا، علي لجاني نواف بوشل. خط الوسط: أوتافيو بروزوفيتش، علي الحسن. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جون دوران، ساديو ماني. وكان النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 4-1 في ربع النهائي، فيما بلغ كاواساكي هذا الدور بعد فوز مثير على السد القطري بنتيجة 3-2. وتعد هذه المواجهة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، كما أنها ثاني مواجهة متتالية للنصر أمام ناد ياباني في البطولة بعد انتصاره الأخير على يوكوهاما. لشوط الثاني. وهدف قاتل ينهي الحلم. النصر ضغط بكل قوته في بداية الشوط الثاني، وأهدر رونالدو فرصة خطيرة للتعديل. الدقيقة 76 أكيهيرو إيناجا يسجل هدف كاواساكي الثالث وسط دهشة دفاع النصر. الدقيقة 87 أيمن يحيى يشعل اللقاء من جديد بهدف تقليص الفارق. لكن الدقائق الأخيرة لم تكن كافية، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح كاواساكي فرونتال. سقوط الحلم وخيبة رونالدو. بالخروج من البطولة تتبخر آمال النصر في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه. أما رونالدو فتبقى الأمنية القارية مؤجلة في وقت كان يطمح فيه لإضافة لقب جديد لخزانته الأسطورية. كيف وصل الفريقان إلى هذا الدور؟ النصر تغلب على يوكوهاما مارينوس بنتيجة 4-1 في ربع النهائي بعد أداء هجومي ساحق. كاواساكي أطاح بالسد القطري بنفس النتيجة 3-2 ليضرب موعدا مع العالمي. تشكيلة النصر الأساسية: حراسة المرمى ماثيوس بنتو. الدفاع: سلطان الغنام سيماكا، علي لجاني، نواف بوشل. الوسط: بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو. الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو. نهائي دوري أبطال آسيا. سيواجه كاواساكي فرونتال نادي أهلي جدة في النهائي المنتظر يوم السبت المقبل، في مباراة تجمع الطموح الياباني بقوة الأهلي السعودي الباحث عن العودة إلى منصة التتويج القارية. ماذا بعد للنصر؟
الفريق حاليا في المركز الثالث بدوري روشان برصيد 60 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الاتحاد. هل يستطيع النصر إنقاذ موسمه محليا؟ أم أن السقوط القاري سيلقي بظلاله على ما تبقى من المنافسات؟ هل خذل النصر نجمه رونالدو؟ وهل آن الأوان لبناء فريق ينافس فعليا على البطولات القارية؟ شاركونا تحليلكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من التغطيات الحصرية.